هتعمل ايه لو كنت مسافر علشان تقضي اجازتك في مكان هادي ولكن عربيتك اتعطلت ولقيت نفسك في بيت معزول في الغابة وفي اشخاص كتيرة عايزة تقتلك من غير سبب؟ ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف احداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع شخص بيجري في الغابة وهو خايف وبيكون بيهرب من حد بيطارده، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لنهاية الطريق فبيرجع وبيحاول يهرب من طريق تاني، ولكنه بيقع وبيتصف في رجله، وعلى الرغم من كده ما بيستسلمش وبيفضل يزحف، ولكن بيجي شخصين معاهم أسلحة بيخلصوا عليه. ولما بنرجع بالأحداث بنشوف راين ومايا زوجين مسافرين علشان يقضوا الأجازة ويحتفلوا بسنتهم الخامسة مع بعض في مكان بعيد عن الدوشة. وقبل ما يوصلوا للبيت اللي مأجرينه بيقول راين إنه جعان فبتوصف له مايا مطعم قريب منهم، وبيغفل راين عن الطريق لثانية وبتظهر قدامه عربية فجأة وبيكونوا هيخبطوا في بعض، ولكنه بيتحكم في العربية على آخر لحظة، وبيبصله الشخصين اللي جواها بصة مريبة فبتحاول مايا تهديه وبتخليه ياخد العلاج بتاعه. ولما بيوصلوا للمطعم بيكون الشخصين دول قدامه وواقفين وبيبصوا عليهم، ولما بيدخل راين ومايا المطعم كل اللي موجودين بيبص عليهم لأنهم أغراب ومش من المنطقة. ولما بيطلب راين أكل كتير مليان لحوم بتقول له مايا إن دي ذكرى سنتهم الخامسة والمفروض يحتفلوا بشكل ألطف من كده. وبيسمع الأشخاص اللي حواليهم كلامهم وبيهنوهم بالمناسبة دي وبيتعرفوا على زوجين تانيين نيل وإيدن، وبتكون ذكرى تاني سنة جواز ليهم في نفس اليوم. وبيسألوا مايا وراين هم اتجوزوا إمتى، ولما بيعرفوا إنهم ما اتجوزوش على الرغم من إنهم مع بعض بقالهم 5 سنين كاملين بيبصلهم بصة غريبة. وبتسأله آني صاحبة المطعم عن السبب باستنكار ولكنه بيقول لها إنه مستني طلبه وما بيردش على سؤالها. ولما بيخلصوا أكل بيروحوا يحاسبوا وبيشوفوا إعلان عن شخص اسمه جيف مفقود، فبيستغربوا لأن المكان صغير ومش سهل أي حد يختفي فيه ومحدش يعرف إيه اللي حصل له. ولما بيركبوا عربيتهم بيلاقوها عطلانة وبيخبط عليهم واحد اسمه رودري وبيقول لهم إنه عنده ورشة تصليح عربيات. ولما بينزلوا من العربية بيقول لهم إن قطع غيارها مش متوفر عنده ولازم يستنوا لحد ما يطلبها من مكان اسمه يوجين، وبيقول لهم إنهم مش هيقدروا يصلحوها النهاردة ولكن بكرة هيبعت مساعده دوجي الصبح بدري علشان يشتري قطع الغيار ويصلحها. فبتسأله مايا لو يعرف مكان يقدروا يباتوا فيه لحد بكرة، فبيقول لهم إن مفيش فندق هنا ولكن في واحد اسمه جو ممكن يأجروا بيته أونلاين لأنه ما بيكونش موجود غير موسم الصيد بس. ولكن راين بيقول لهم إنهم بيضحكوا عليهم لأنه شافهم وهم بيراقبوهم أثناء دخولهم المطعم. ولكن مايا بتعتذر لهم وبتتكلم مع راين على جنب وبتقول له إنهم بيحاولوا يساعدوهم، ولكنه بيقول لها إن كل حاجة مش منطقية وإنهم كانوا بيراقبوهم من أول ما وصلوا. وبيقول لها إن بعد كده فجأة العربية اتعطلت، ولكنها بتقوله إنها أكيد اتعطلت لأنهم عملوا حادثة على الطريق، وبتطلب منه ما يقلقش وبتشكر رودري وبتقوله إنهم موافقين. وبتقول لهم شيلي البنت اللي بتشتغل في المطعم إنها تخلص شغلها بعد 10 دقايق وهتوصلهم معاها. وبيكون في طفلين حاضرين الموضوع ده من الأول وبيدوا راين ومايا كتابين من الكنيسة وبيطلبوا منهم يتوبوا عن خطاياهم، وبيمشوا وبيسيبوهم وبتوصلهم شيلي للبيت بعربيتها وبتمشي. ولما بيدخلوا بيكتشفوا إن التلاجة مش شغالة، فبتاخد مايا رقم جو صاحب البيت وبتتصل بيه وبتعرفه إنها هي اللي أجرت بيته وبتطلب منه يبعت حد يصلحها. وبتكون مايا عاجبها المكان على عكس راين اللي بيفضل قلقان وبيخبط عليهم حد فجأة، ولما بيفتحوا بيكون بنت صغيرة وبتسألهم لو كانت تمارا موجودة، فبتقول لها مايا إن العنوان غلط ولكنهم بيستغربوا هي إزاي وصلت لهنا لوحدها. ولما بيشغل راين النور بيلاقي البنت اختفت ومش موجودة، وبيكتشف راين إنه نسي جهاز التنفس بتاعه في العربية، فبيقول لمايا إنه هيستخدم الدراجة النارية اللي موجودة في البيت وهيرجع يجيبه، فبتطلب منه يجيب لها أكل معاه وهو جاي. ولما بيمشي بتقعد مايا تتكلم مع ديبي صاحبتها وبتحكي لها عن المكان اللي هم فيه، وفجأة بتسمع مايا الباب بيخبط فبتودع ديبي وبتقفل، وبتستغرب مين هيخبط عليها بالشكل ده وبتفضل تسأله هي خايفة لو كان هو راين ولا لأ. وفجأة بتسمع صوت البنت الصغيرة وبتسألها تاني لو كانت تمارا موجودة، فبتقول لها من غير ما تفتح الباب إنها قالت لها قبل كده إن مفيش حد بالاسم ده هنا. ولكن البنت بتفضل تخبط وتسأل نفس السؤال، وفجأة في حد بيعدي ورا مايا جوه البيت ولكنها ما بتحسش بيه. ولما بتروح تجيب التليفون علشان تتصل براين بتسمع صوت واحدة بتغني لطفل صغير،
وفجأة بتسمع صوت جنبها فبتتصل براين وبتحكي له إن البنت الصغيرة رجعت تاني، وبتطلب منه يرجع بسرعة وبتخرج من الباب الخلفي وبتتأكد إن مفيش حد حوالين البيت وبتدخل تاني وبتشغل موسيقى وبتحاول تهدى. وعند راين بيوصل لعربيته وبيفتح العربية وبياخد العلاج بتاعه، وقبل ما يمشي بيتفاجئ برودري وراه وبيقوله إنه كان المفروض يتصل بيه قبل ما يجي، فبيقوله راين إنه نسي حاجة مهمة وكان لازم ياخدها. وفي البيت بتقعد مايا تعزف موسيقى وبتفضل تسمع في صوت خطوات ولكنها بتقنع نفسها إن مفيش حاجة وبتكمل عزف. وبنشوف شخص لابس قناع واقف وراها وبيراقبها. ولما بيروح راين يشتري أكل بيقابل نفس الأشخاص اللي قابلهم في المطعم الصبح وبيعرضوا عليه يشرب معاهم ولكنه بيرفض وبيقول لهم مرة تانية. فبيقولوا عنه شخص مغرور ولكنه ما بيهتمش وبيطلب الأكل علشان يرجع البيت. وفي البيت بتقطع الكهرباء فبتشغل مايا كشاف تليفونها علشان تشوف بيه، وبتشوف دولاب صغير مفتوح ولما بتروح تقفله بتلاقي جواه أقنعة مخيفة. وفجأة بتشوف شخص لابس قناع وراها فبتجري بسرعة وبتستخبى في أوضة وبتفضل تعيط وهي خايفة، وبتسمع صوت خطواته بيقرب منها. وفجأة بيتفتح الباب ولكن لحسن الحظ بيكون راين رجع، ولما بيسألها ليه النور مطفي بتحكي له اللي حصل وبتقوله إن في حد في البيت ولكنه بيطمنها وبيقول لها إن مفيش حد وإنها خايفة بسبب الضلمة، وبيقول لها إنها لوحدها في مكان معزول وبياخدها وبيروح يشغل النور. وبتخبط عليهم البنت تاني فبيخرج راين وبيزعق لها وبيجري وراها فبتجري البنت بسرعة. ولما بيرجع لمايا بيطمنها وبيقول لها ما تخافش وإن البنت مش هترجع تاني، وبيقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين. وفجأة بينزل عليهم نقط دم من السقف وبيلاقوا طائر متعلق فوقهم فبيخافوا وبيجروا على الباب، ولكن في حد معاه فاس بيخبط على الباب وبيفضل يكسر فيه فبيدخلوا أوضة النوم وبيقفلوها. وبيدخل الشخص المقنع البيت وبينزل واحد تاني من فوق وبتدخل البنت الصغيرة هي كمان وبتقعد تعزف، وبيروح واحد منهم يكسر باب أوضة النوم بالفاس وبيفضل يبص على مايا وراين وبعدين بيمشي. وبيسمعوا صوت باب البيت بيتقفل فبيعتقدوا إنهم خرجوا من البيت، فبيقرب راين من الباب بهدوء ولما ما بيسمعش صوت بره بيقول لمايا إنهم لازم يمشوا من هنا وبيفتكر الدراجة النارية وبيقول لها إنهم ممكن يهربوا بيها. وبيخرجوا من الأوضة بهدوء وبيلاقي راين تليفونه فبياخده وبيمشوا، ولكن أول ما بيطلعوا من البيت بيلاقيها انفجرت وفي حد ضرب عليهم رصاص. فبيدخلوا البيت تاني بسرعة وبيستخبوا في الحمام، وبيدخل الأشخاص المقنعين البيت تاني وبيشغلوا موسيقى وبيرقصوا كلهم كأنهم في حفلة. وبتشوف مايا مخرج جنبها ممكن يخرجوا منه لو زحفوا على الأرض، وبتقول لراين عليه وبيفتحوا وبيحاولوا يخرجوا منه بهدوء. وبيوصلوا لمكان ضلمة فيه فيران وحشرات كتيرة، وبسبب الضلمة بيدخل مسمار كبير في ايد مايا وبتتوجع جدا، ولكنها بتحاول تكتم صوتها وما تتألمش بصوت عالي علشان محدش يسمعهم. ولكن البنت الصغيرة بتسمع صوت وبتاخد سكينة وبتدور عليهم في البيت، وبيعتذر راين لمايا وبيخرج المسمار من ايديها وبيكتم صوتها علشان ما تصرخش، وبيقدروا يخرجوا بره البيت فعلا. ولكن مايا رجليها بتتلوي وجهاز التنفس بتاع راين بيقع منه من غير ما ياخد باله. وبيدخلوا مخزن البيت وهناك الدنيا بتكون ضلمة جدا ومش شايفين أي حاجة، فبيولع راين ولعته، وبتكون البنت الصغيرة معاهم في نفس المكان ولكنهم مش شايفينها بسبب الضلمة. وبيفضل راين يدور على أسلحة يحموا بيها نفسهم ولكنهم ما بيلاقوش أي حاجة غير فاس، فبيقول لمايا تقعد علشان رجليها وبيخليها تمسك الفاس وبيطلع يدور في الدور التاني. وفي الوقت ده بيدخل واحد من الأشخاص المقنعين المخزن، ولما مايا بتشوفه بتصرخ وبتقرب من الشباك اللي وراها فبيهجم عليها واحد تاني من الشباك، فبينزل راين بسرعة ومعاه بندقية وبيضرب عليهم فبيهربوا. وبيطمن مايا وبيقول لها إنه خلاص بقى معاه سلاح ومعاه طلقات كتيرة، وبيوعدها إنهم هيخرجوا من هنا. وبيطلعوا من المخزن وبيحاولوا يمشوا بهدوء، وبتلاحظ مايا إن في واحد منهم واقف قدام الباب، فبيقول لها راين تفضل هنا وبيضربوا بالرصاص وبيموتوا فعلا، ولكنه ما بيكونش لابس قناع. فبتعتقد مايا إن جو صاحب البيت مش واحد تاني من اللي بيطاردوهم لأنه كان جاي علشان يصلح التلاجة. فبيقعد راين يعيط لما بيعرف إنه قتل واحد ملوش ذنب، ولكنه بيقول لها إنه لازم يخرجها من هنا. وبيبص للعربية اللي الشخص ده وصل بيها وبياخد مفتاحها والبندقية وبيركبوها بسرعة، ولكن في واحد من المقنعين بيكسروا الإزاز. ولما راين بيتحرك بالعربية بتيجي عربية تانية وبتخبطهم، وبيفضل يخبط فيهم وبيحشرهم ما بين عربية وشجرة. وبتقدر مايا تخرج ولكن راين ما بيعرفش يخرج رجله، فبيقول لها تهرب بسرعة وبيمسك البندقية وبيضرب على الشخص المقنع رصاصة فبيهرب. وبيقدر راين يخرج رجله وبيطلع من العربية،
وبتهرب مايا في الغابة، ولما بتسمع صوت خطوات بتجري وراها بتخاف وما بتقدرش تجري، فبتقعد تستخبى على الأرض وبتحاول تخبي نفسها بورق الشجر. ولكن في غصن بيتكسر وبيعمل صوت، فبتسمع البنت المقنعة صوته وبتدور عليها. وبتحاول مايا تكتم نفسها علشان ما تحسش بيها، وبتعتقد إنها مشيت، فبتتصل على الطوارئ وبتطلب منهم يبعتولهم الشرطة. وبتتكلم بصوت واطي وهي خايفة وبتحاول تقول لهم العنوان، ولكن الشبكة بتكون ضعيفة. ولما بتبص جنبها وبتحاول تخلي التليفون يلقط إشارة بتلاقي هيكل عظمي، فبتتخض وبتقوم تجري لحد ما بتتوه وبتكون مش عارفة هي فين. ولما بتبص وراها بتلاقي البنت الصغيرة وما بتلحقش تهرب منها وبتضربها وبتخليها تفقد الوعي. وبيفضل راين يجري في الغابة وبينادي على مايا وبيطارده الشخص المقنع. فبيستخبى راين ورا صخرة كبيرة وبيلاقي إزازة مية وبيحاول يفتحها، ولكن من كتر توتره ما بيكونش عارف، فبتعمل صوت واضح وبيسمعه الشخص المقنع، ولكن راين بيهرب قبل ما يوصله. وبيفضل ينادي على مايا وبتشوفه البنت الصغيرة وبتجري وراه، ولكنه بيقدر يخدعها وبيروح من وراها وبيهددها بالبندقية، وبيقول لها ترمي السكينة اللي معاها وتقول له مايا فين وإلا هيقتلها. فبترمي السكينة على الأرض، ولكنها ما بتقولش مايا فين وبتفضل تعمل أصوات غريبة. فبيقول لها إنه هيقتلها لو ما قالتش مايا فين، ولكنها بتستفزه وبتفتح إيديها وبتشاور له يضرب عليها. ولكن قبل ما يعمل كده بيجي واحد تاني منهم وبيضربه على دماغه فبيفقد وعيه. ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في البيت مربوطين على كراسي، وبتعتذر له مايا لأنها ما سمعتش كلامه من الأول، وبتقول له إنه كان عنده حق، ولكنه بيقول لها إنها مش غلطتها لوحدها وبيطلب منها توافق تتجوزه. وبتوافق مايا وبتقول له إنها بتحبه، وبيكونوا عارفين إنهم خلاص هيموتوا. وفي نفس اللحظة بتيجي البنت الصغيرة وبتطعنه بالسكينة، وبيجي واحد تاني وبيوقعه بالكرسي على الأرض وبيسيبه ينزف لحد ما بيموت. وبتفضل مايا تصرخ وتسألهم هم عاوزين منها إيه وليه بيطردوهم من البداية. فبتقرب منها البنت وبتقول لها لأنهم موجودين في منطقة صيدهم. وبيقرب منها واحد منهم وبيمسك السكينة وبيطعنها بيها وبيوقعها هي كمان على الأرض جنب راين. وبيقفوا يبص عليهم لحد ما بيسمعوا صوت عربية الشرطة، فبيخرجوا من البيت بسرعة وبياخدوا عربيتهم وبيمشوا. وبتدخل مايا المستشفى وبيقدروا ينقذوها، ولكنها لما بتفوق بيكون في رسالة جنبها منهم، وبيكون في واحد منهم نايم جنبها على السرير. وبينتهي فيلمنا وبيعلمنا إن مش أي حد غريب نثق فيه تماما. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك كومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها.